نقلت بعض التقارير الإعلامية العالمية أن الفنان المغربي سعد المجرد سيعود إلى المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة بهدف القيام ببعض الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية. وفي سياق متصل، كان الفنان المغربي قد حصل على تسريح مؤقت قبل 3 أشهر مقابل ضمانات مالية وقانونية بعدما قضى 6 أشهر أخرى خلف القضبان بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد المواطنة الفرنسية لورا بريول. وفي انتظار أن يقول القضاء الفرنسي كلمته النهائية بخصوص القضية، يبدو أن القضاء استجاب لطلب هيئة دفاع سعد المجرد ومنحه الرخصة استثنائية لزيارة المغرب لمدة 48 ساعة بعد حصول القضاء على ضمانات كافية بعودته إلى فرنسا للمحاكمة ومنعه منعا كليا خلال تواجده بالمغرب من ممارسة نشاطاته الفنية أو الحديث مع الصحافة.